السلام عليكم خوتي، جيتكم بواحد القصة اليوم الخوت اللي غتعجبكم بزاف. خوت والخواتات اللي معنا هنا يتصنتوا لهاد القصة ديال هاد البلان اللي واقع صراحة بزاف والله. المهم الخوت كنا عايشين فواحد الدار اللي هي فهمتي، يعني فيها الناس بزاف يعني مخلطة، يعني فيها الكراية فيها. المهم الخوت أنا واحد عمتي كانت كتجي عندي ديما كتجي عندنا للدار، يعني كتريح معانا وكنبقاو نضحكوا مجمعين فرحانين. يعني واحد الأيامات ديك عمتي مع تبارك الله فهمتي هي الصغيرة في خوتها يعني، فهمتي كانت باقا جون شوية ومهلية في راسها بزاف. المهم هاد عمتي الخوت الصراحة ما نكذبش عليكم، أنا ديما كنت كنشوف نقول مال هاد عمتي بحال هكا مالها دايرة هكا ما فهمتش أنا عندها واحد السيل في شكل. المهم واحد النهار فهمتي يعني قلت نخرج ليها ديريكت نقول لها مالك دايرة هكا. واحد النهار قلت لها عمتي، قلت لها شتك ديما مستيلية وطالقة زينة باقا ما مجوجة ما باغا ديري وليدات ما باغا ديري والو. كتقولي أنا معدي ما ندير بداك الصداع الراس وداكشي ديال الولاد وداكشي وهاد. قلت لها ولكن عمتي انتي راه باقا زوينة وأي واحد يبغيك زعما راك باقا شادة. قالت لي واخا باقا شادة وهادي وندك وندردك وأنا أحسن من صاحبتك. قالت لي أنا قلت لها وحنا جبدنا في صاحبتي، قلت لها أنا راه قلت لك لك انتي، أنا قلت لها ما عنديش صاحبتي وما كنبغيش نتصاحب. قالت لي زعما ما كتصاحبش وما كدير والو. هاد الشي واحد النهار اللي كنا أنا وياها بوحدنا كنهضروا، قلت لها أنا ما مصاحب، قلت لها ما كنخرج مع وحدة ما كندير والو، قلت لها كنت كنتصاحب ملي كنت باقي بريهيش يعني باقي مراهقة كنتصاحب مع هادي نضحك مع هادي. المهم الخوت صافي ملي السيدة ولات كتقول لي بحال ما هكا، قلت لها عادي شي نهار إن شاء الله نلقى شي وحدة تعجبني وهادي راه غنتصاحب معاها وندير أنا وياها شي علاقة زوينة وهادي ونتزوج. هي تقول لي عداك ثم عندك تزوج. قلت لها علاش، قلت لها عادي الزواج راه زوين. قلت لها إلا كانت غتفهمني ونفهمها راه الزواج زين. قالت لي لا واخا زين راه خاصك تعرف مع مان، وخاصك ماشي أي وحدة اللي تثيق فيها، وماشي أي وحدة اللي تثيق فيها، ويعني خاصك تكون عارف من راسك مع من. قلت لها إيوا راه داك الشي راه كيجي مع الوقت وهادي. قالت لي إيوا أنا ما ننصحكش بعدا بالزواج، قالت لي أنا بحال ما هكا بخير. قلت لها إيوا نتيا راه ما عندكش الإحساس، قالت لي أنتِ ما كتحسيش. أنا هدا كنضحك معاها، قالت لي ما كنحسش، قالت لي لا يوريك قال لك ما كنحسش. قلت لها وكيفاش كتحسي، قلت لها كنتي كتحسي كون راك كديرها بشي تجويجة. قلت لها مالك، قلت لها أي واحد يقبل بك. صافي وهي تقول لي قالت لي وأنا ما باغاش نتزوج. قلت لها يعني ما عندكش إحساس، قالت لي لا عندي. قلت لها فينا هو. وصافي والسيدة وهي شدات ليا يدي وهي حطها ليا فوق كتفها. قلت لها شناهو يدي مالها، قالت لي يديك باش تحطها وغتحس بالإحساس واش كاين ولا لا. قلت لها راه كنحس غير بكتافك سخان، قلت لها بحال كنتي تهزي الخيش. صافي وانا نوصل يدي نشرتها. قالت لي لا قالت لي راه كلشي سخون ماشي غير كتافي. وانا نقول انت هادي اش كتقول. صافي ديك اللحظة مبقيتش باش نجاوبها. قلت لها ايوا، قلت لها راه خاصك تزوجي. يعني موالف أنا وياها بالضحك فهمتي، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجة بحال دابا فهمتي تعمقنا في الهضرة بزاف. إيوا ما علينا. واحد اللحظة وهي تشد ليا يدي قالت لي نوريك راه يدك. عطيتها يدي، هي تقول لي دابا يدي سخونة ولا لا، قلت لها يدك سخان. قلت لها صراحة، هي تقول لي إيوا دابا شناهو نحطها ولا لا، قلت لها كيفاش تحطيها. قالت لي واش نحطها، قلت لها فين. هي تقول لي حطها في صدري وغتشوف حتى هو سخون ولا لا. قلت لها لا صدرك ما معناش، قلت لها عمتي نتيا راه علينا بالاحترام. قلت لها حشومة نحط يدي في صدرك، يعني وليت كنضحك كنبرد على راسي. هي تقول لي ايوا حط وتشوف. قلت لها اش غنشوف، قلت لها ما باغيش نحط. هي تشد يدي وتحطها ليا فوق صدرها. لقيت صدرها منفوخ صراحة، يعني منفوخ يعني وسخون. يعني مع حطات ليا يدي في صدرها.
صافي حيت ديك السخونية بغيت نحيد يدي قالت لي خليها، قالت لي ما تحيدها ما والو، قالت لي واش غتشوف السخونية ديال بصح واش طالعة ولا لا، وأنا محدي حاط يدي وكنحس بديك السخونية، منين جاية الله أعلم. صافي ديك اللحظة وأنا نقول هادشي راه بزاف، يعني راه إنسان غتبقى حاط يديك يعني راه الشيطان دخل بيناتنا. أنا ما فهمت والو، يعني باقي ما مستوعبش قاع شنو واقع. المهم صافي وأنا بغيت نحيد يدي، صافي وهي تشد يديها هي وهي تحطها ليا فوق حجري، حاشاكم الخوت، يعني حطاتها ليا تما، يعني أنا ما حسيت يعني ماشي ما حسيت بوالو، يعني ما شعرتش براسي، صافي تلقيت راسي يعني وقفت كلشي، يعني وقف ليا، يعني ما وليت واحد، اش غندير شنو وقع. ما صافي واحد اللحظة صافي داك التفكير تحبس، يعني ولات السيدة حاطة ليا يديها تما، صافي وليت شدو، يعني مبقاش شدات بيدها وبقات موركة، يعني شادة هاديك ما بغاتش تطلق. قلت لها هاتشي طلقيني راه واعدتيني، قالت لي توعدتي، قالت لي ملي كنتي حاط يدك في صدري، قالت لي كاع ما واعدتيني، قلت لها ولكن انا راه ما وركتش، قلت لها انا راه حطيتي لي يدي، قالت لي لا لا راك وركتي وما حسيتيش، قلت لها ايمتى وركت، قالت لي والله حتى وركتي وما حسيتيش، قلت لها ودابا انت غتبقاي شاده ليا دابا راه خنقتي، قالت لي ايوا راه خنقت، وقالت لي مالو بارد عندك، ملي قالت لي مالو بارد عندك بحال ضربني بالضو، قلت لها كيفاش بارد، قالت لي ايوا راه انت بارد يعني ما كد... واقيلا ما بقيتي كدير والو مدة هادي، صافي راه الموتور عندك عيا، قلت لها علاش غيكون عيا، قلت لها صافي اللي ما كيدير والو الموتور غيكون عنده عيا، قالت لي ايوا راه ممكن، قالت لي مهما ما كدير والو الموتور غيقدر يعيالك، يعني راه خاصك مرة يعني تخدمو، قلت لها كيفاش غنخدمو، فين غنمشي نخدمو، قلت لها أنا راه من الخدمة للدار تمارة، قلت لها كاع ما كنفكر داك الشي، قلت لها ناسيه كاع ما كندير بالي حيت عارف راسي إلا درت بالي مشكلة، وهي محدة شادة وواحد الشويوي تقول لي، قالت لي العفريت، قالت لي سخن، قلت لها كيفاش، قالت لي ها هو دابا ناض، ماشي يعني ديك يعني وقف ديال بصح، حيت في الأول فهمتي كنت مزير راسي. المهم المهم وأنا نقول لها، قلت لها راه حاجة باينة ملي غتحطي يدك وغتبقاي مطولها راه حاجة باينة غينوض، يعني راه ما غيبقاش ناعس، قالت لي إيوا على هاد الحساب، قالت لي راه خاصك تنفسو، قلت لها ولكن نتيا، قلت لها هاد المدة كاملة كيفاش تنفستي، كيفاش ترتاحيتي، كيفاش تحسيتي والإحساس عندك، قالت لي هادشي راه قلت لك عندي الإحساس، قلت لها ولكن ما فهمتش أنايا، قلت ليها كون كان عندك الإحساس يعني غتفكري بزاف د الحوايج، قالت لي أنا دابا حاليا كنفكر، يعني كنبغي نسيها هي لا، قلت ليها فاش كتفكري، يعني واجهتها، قالت لي أنا كنفكر أنني دابا يعني غتحيد السروال، يعني وغتهضر معايا، يعني وغادي نحسو ببعضياتنا بزوج، قالت لي أنت ما كديرش ما مولفش، قالت لي حتى أنا بحالي بحالك، قالت لي حتى أنا، ولكن قالت لي هاد الشي يكون بيناتنا وأنت راه بعقلك، وأنا نقول لها، قلت لها ولكن نتيا دابا راه كتقولي شي حوايج لي مستحيل، قلت لها واش كضحكي معايا ولا شادة فيا ولا دايرة ليا شي برانك ولا شنو، شي كاميرا خفية ولا شناهي هادشي، قالت لي لا أنا كندوي معاك بصح، قلت لها واش أنا وصلنا حتى لهاد الدرجة ديال الحرارة، قالت لي وغنكون كنضحك، قلت لها أنتِ وصلتي لدرجة الحرارة، قلت لها أنا راه صراحةً راه الحرارة عندي طفيتها دابا، قلت لها حيت نعلت الشيطان، قالت لي واخا نعلتي الشيطان، قالت لي ما تخاف من والو، قلت لها حيت غادي نكونوا مع بعضياتنا، يعني ديك اللحظة هي بحال قلتي يعني هي من شحال هادي وهي باغاني، قلت لها وكيفاش طاحت عليك هاد الفكرة، قالت لي حيت أنا من شحال هادي وأنا كنقول
غنتقرّب منّك هادي حيت كنشوفك من الخدمة للدار كتجي عيان كتنعس كتكا ما كتخرجش بزاف، يعني عندك واحد قلت ليها ولكن هادشي راه خاصني أنا نكون مرتاح فيه ونكون مع شي شخص اللي يعني اللي غيكون في المقام ديالي يعني، قلت لها ماشي نتيا عمتي وهادي قالت لي ولكن أنايا، قالت لي بغيتك وأنت بغيتيني، قلت لها أنا ما بغيتكش، قلت لها كيفاش غنبغيك، قلت لها هادشي راه ما فيهش البغيان، قالت لي أنا حاسة بك في هاد اللحظة، قلت لها كيفاش حاسة، وهي تعاود تشدني عاوتاني منه، مع شداتني منه وهي تكات على ضهرها وحطات راسها على كرشي وبقات شاداني منه، صافي واحد شوية شدات يديها الأخرى وهي تهبط ليا راسي يعني حطات فمي على فمها، صافي أنا ديك اللحظة صراحة دارت واحد اللقطة اللي واعرة، يعني أنا بعدا ما تفاجأت، قلت ليها دابا هادشي اللي غنديرو راه ممزيانش لينا، قلت ليها راه ما غاديش يصلح لينا، أنا ديك اللحظة صافي راه مرخيت دخت. يعني وباقي مازال كنتهرب، يعني دايخ مرفوع ومع ذلك كنتهرب يعني ما كنبغيش نوصل لداك الشي، يعني صافي واحد اللحظة يعني صافي حيدت السروال حتى هي حيدت الجلابة ديالها، يعني مشينا دخلنا للبيت صافي ووقع الغلط ونعست معاها ومن تما وأنا اللور وديزو عليا شي حوايج من ورا ديك النعسة نعست معاها يعني ساعة المكانة الشهوة ديال ساعة المكانة يعني خرجات لينا بزاف ديال العواقب وبزاف ديال المشاكل في الحياة في الخدمة في كلشي، يعني هاد الغلط هذا غلطتو أنا يعني خاصني نتحمل المسؤولية ديالو، يعني غلط اللي كبير المهم الخوت هاد القصة هادي اللي عاودت ليكم دابا ديال واحد الأخ معانا هنا في القناة، يعني مشترك معانا في القناة وداز عندي الواتساب حكالي القصة ديالو وقال لي عاودها باش الناس يعطيوه الآراء ديالهم ويعطيوه يعني شنو حيت حياتو دابا ترونات، يعني دابا ولا يصلي يعني ولا فهمتي، ولكن حياتو مرونة، يعني شاف راسو داك الغلط اللي دار يعني بحال قلتي هي الشيطان وقع بيناتهم يعني بحال دخل بيناتهم وهي أصلًا تسيفات ليه بصفة الشيطان، يعني الخوت دابا عطيوه النصائح ديالكم يعني الإنسان غتعطيه واحد يعني هو ماشي لخاطرو، يعني هو ماشي هو اللي مشى عند الدولة، يعني الراجل راه عيبنا واحد، يعني الإنسان راه أي لحظة يغلط، تقدر وحدة تجي عندك يعني غتغريك. ما عرفتش كيفاش تكون، غتغريك هادي راه بزز منك راه ما كتبقاش تحس براسك، راه كاين شي وحدين كيبقاو يعايروا ويبقاو يدعيو ويبقاو يوصلوا لشي لا ما نعايرش إلا كنت غنقول واحد الكومونتير خايب حسن نسكت وما نقول والو، كنتي غتقول واحد الكومونتير زوين يمكن لك تقولو تعطيه شي نصيحة تعطيه شي حاجة زوينة كنتي غدعي فيه وهادي يعني إنسان بارك عليه، مهما جا عندنا وقال لينا القصة ديالو واعترف بها وداك الشي يعني حنا ما علينا غير نعطيوه شي حاجة اللي فهمتي نبدلوه، يعني نبدلو ليه حياتو حتى أنا حسيت بيه الخوت يعني حسيت بحياتو فهمتي ترونات، قال لي ما بقاش كياكل مزيان يعني ماشي سحرات ليه ولا دارت ليه شي حاجة ما هادشي ما كاينش، بحال قلتي دار واحد المعصية كبيرة فهمتي، يعني ولا كيخلّص، يعني بقى بالو بقى داير بالو بقى كيفكّر صافي ولا كيخلّص فيها، يعني لحد الآن باقي كيخلّص فيها، يعني هادشي ما دايرش عليه بزاف، يعني هادشي راه ما دايرش عليه بزاف فهمتي ورجع اعترف بيه وقال لك أنا ما بقاش فهمتي ما بقاش كيدوي مع هاد عمتو يعني ولات بدّل النمرة باش زعما يبقى يهضر هو وياها وبزاف د الحوايج. المهم إلا كان شي جديد في القصة ديالو راه غنعاودو نعاودو نهضرو عليها ونقولو لكم شنو كاين، المهم خليو لي النصائح ديالكم وخليو معاكم شي جيم بارطاجي معاكم الخوت وشي كومونتير يكون زوين وشاركوا في القناة، المهم والنمرة ديال الواتساب راه غنخليها لكم في
التعليق لتحت ولا في الوصف، اللي عنده شي قصة اللي عنده شي حاجة بغا يشاركها مع خوت اللي معانا، المهم يقولها ليا في الواتساب صافي وما علينا حنا غنبارطاجيوها مع الناس. يلاه الله يعاونكم متنساوش الاشتراك في القناة.